هذه لحظة سعيدة تغلب عليها مشاعر الفرح والحب والاعتزاز. فرح بأن عانق صديقنا المناضل المسفيوي الكبير الذي نعتز به السياسي بن شقرون عانق الحرية، واعتزاز بهذا الرصيد ديال هذا الرجل، الرصيد في النضال وفي الدفاع عن المظلومين والدفاع عن كلمة الحق. سياسي بن شقرون عرف بتضامنه مع المظلومين وبوقوفه إلى جانب المحتاجين وبصدحه بكلمة الحق. فهذا السجن هو يعتبر وصمة عار في جبين المخزن، ويعتبر وساما ينضاف إلى الأوسمة على صدر سياسي بن شقرون. بداية نعبر عن فرحتنا بمناسبة الإفراج عن السياسي بن شقرون في هذا اليوم اللي هو يوم تاريخي، ويصادف هذا الأسبوع وسياسي عرف كمناضل في هذه المدينة. أسباب الاعتقال ديالو واضحة، شرحناها في المحاكمة، تبعنا الملف منذ متوله أمام النيابة العامة. كنا نؤمن بأن القضية هي قضية رأي وقضية حرية التعبير. تابعنا أطوار الملف. هنا لا نتحدث عن الملف لأنه نوقش احنا هنا لتقاسم هذه الفرحة، ولسنا هنا لنشنف المسامع بقدر ما أننا نتضامن ونعبر عن هذا التضامن، وأتيحت هذه الفرصة. أكيد كاين دفاع آخر، يعني كاين زملاء معنا ما سعفتش الظروف أنهم يحضروا. قلت بأن جميعنا فرحين، وكنشكروا الأساتذة اللي تكبدوا على نقش السفر وجاو يآزروا الأخ ياسين وفرحوا معاه وتبعوا هما الملف، راه تبعوه ناس اخرين. لو ان هذه القاعه تسعف يعني غيكون واحد الحضور كبير. هذا تعبير رمزي، حنا جينا غير باش كما قلنا نعبروا على الفرحه، وما دامت المناسبه شرط كما يقول الفقهاء كلفنا الاساتذه الاجلاء اننا ناخذ هذه الكلمه اللي جات هي كلمه نابعه على اساس اننا نؤمن بواحد القضيه. والحمد لله كنتقاسموا الفرحه مع العائله كامله، مع الاب اللي كان يتابع الاطوار. هذه هي رساله الدفاع، حنا كنعبروا على واحد الرساله، وهذه الرساله ان شاء الله وصلت. وهذا الحضور هو تجسيد كما قلنا باننا نؤمن بان تعطى الحريه للجميع. هنيئا لك بالحريه الجزئيه، لان احنا كنعلم بان الحريه مطلب كبير في الاوطان اللي تكون فيها استبداد، الظلم، الفساد. اول شكر كنوجهه لهيئه الدفاع اللي كانت مواقف ديالهم مشرفه، ودائما عودنا بهذه المواقف المشرفه ديالهم. سي حسن بن كرارة، سي محمد الكبناني، سي عز الدين الشرقاوي، سي حسن السني، والأخ بالغانمية، الأستاذ بالغانمية، سي محمد النويني، وخا ما حضرش كنسجل الإنابة ديالو، واللي غابت عليا شي اسم. تحية لهم جميعا، وأرفع لهم شارة النصر وكل التحية والتقدير لهم على مواقف ديالهم مشرفة. كنشكر همم اللي قامت بواحد السلام ورحمة الله، همم اللي قامت واحد التعبئة من أجل ماشي غير في الملف ديالك أخويا ياسين، وإنما في ملفات عديدة. وتحية للجميع، وهنيئا لك بالحرية، والشكر موصول للوالدين اللي قاموا ساكن اللي كانوا حنا كنعرفوا مقدار الألم اللي كيتحملوا. هذا راه نهار كبير يعني بالتواجد ديالكم وبالوجود ديال الرفيق ديالنا ياسين بن شقرون. يعني نهار كبير هذا ملي شفناه اليوم هنا وملي غادر الاسوار ديال السجن. وكنشكروكم انتم كاساتذه وكرفاق ديال الاخ ياسين على العناء ديال السفر والتواجد ديالكم معنا هنا. وكنتمنوا يعني ان المغرب ينعم بواحد القسط ديال الحريه يعني في هذا الاسبوع ديال التضامن مع المعتقلين السياسيين، ان المغرب يعني ينال واحد القسط ديال الحريه، وتعطى الحريه زعما جميع الاصوات الحره باش تعبر على يعني على الشعور ديالها
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كل ما نقول أنا نطول عليكم، كل شيء تعرفوه. أخوكم ياسين، أخوكم شمي. ولكن اللي تنقول أنا بزاف هو تنشكر شكرا جزيلا لأصحاب البلاد السوداء، المحامون، الدفاع هما نشكرهم أنا، بقاش حضرت لهم انا وشفتوا شنو هو الدفاع كيف كان. وتنشكركم وتنطلب الله الزياره تكون ان شاء الله تعودوا لنا مره اخرى في الخير والاحسان. هادشي غادي يقولوا. السلام عليكم ورحمه الله. على سلامة السياسيين من هذا الحزن هذا اللي كنا حازنين عليه، وكنشكروا جميع الاخوان، وكنشكروا الدفاع اللي دافع على ياسين، وكنشكروا جميع الاخوان اللي كيتحملوا عناء السفر وكيجوا عندنا هنا الآن في الجلسات ديال ياسين وقاموا بالواجب ديالهم. وياسين ديما كيبقى مناضل ومعروف على الصعيد الوطني كامل معروف عليه. بداية أهنئ أخي العزيز ياسين مشقرون على نيله الحرية بعد اعتقال تعسفي ظالم قضى على إثره 4 أشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا الحيف وهذا الظلم، وأن يرفع عنا أيضا وعلى كل أبناء هذا البلد هذا الحيف وهذا الظلم. نحن اليوم نعيش أسبوع التضامن مع المعتقلين السياسيين، خاصة الأشاوس في الريف الذين اعتقلوا ظلما وعدوانا، وقضوا أزيد من 9 سنوات منذ اعتقالهم سنة 2017 إلى اليوم، كلها ظلم وعدوان، لا لشيء إلا أنهم رفعوا الصوت عاليا لأجل المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه مناسبة أيضا لنجدد المطالبة بإطلاق سراحهم، ونحن نفرح ونسعد بحضور فرحة أخينا السياسي الثوار الذي خرج للتو من سجن الظلم والاضطهاد. أحمل سياسين معي رسالة، وهي رسالة تهنئة من الإخوة والأخوات في همم، سأتلوها عليكم السياسيين وعلى مسامعكم جميعا الحضور الكرام. تهنئة إلى السيد ياسين مشقرون المحترم رفيقنا العزيز، بمناسبة إطلاق سراحك ورجوعك لحضن أهلك. يسعد الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين همم أن تتوجه إليك وإلى أسرتك الكريمة بأحر عبارات التهنئة الصادقة، مقرونة بمشاعر الاعتزاز بصمودك وثباتك طيلة فترة الاعتقال، والذي نعتبره اعتقالا تعسفيا تم في سياق يتعارض مع الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. إن مغادرتك لأسوار السجن لا تمثل فقط نهاية مرحلة قاسية من المعاناة الشخصية والعائلية، بل تشكل أيضا لحظة رمزية تعكس استمرار نضال المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات، وإصرارهم على التمسك بحقوقهم المشروعة في التعبير والرأي، وفي الدفاع عن قيم العدالة والكرامة والمساواة. لقد جسدت رفيقنا العزيز من خلال مواقفك نموذج المواطن الحر الذي يضع المبادئ فوق كل اعتبار، ويؤمن بأن الحقوق لا تمنح بل تنتزع في إطار النضال السلمي المشروع. وإذ نحيي فيك هذا الصمود، فإننا نؤكد بشكل لا لبس فيه التزامنا المبدئي والثابت بالوقوف إلى جانبك وإلى جانب كافة ضحايا الاعتقال السياسي وكل من يتعرضون للانتهاكات بسبب آرائهم المشروعة أو نشاطهم الحقوقي أو السياسي. كما نجدد تأكيدنا على مواصلة العمل بكل الوسائل المشروعة من أجل ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية كما هي منصوص عليها في الدستور، وكما تكفلها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب. إننا نعتبر أن قضية المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير تظل في صلب أولوياتنا،
ونعمل باستمرار على مناهضة كل أشكال التضييق على الحريات العامة والدفاع عن الحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي، باعتبارها ركائز أساسية لأي مجتمع ديمقراطي يسوده القانون والعدالة. ختاما، نرجو لك موفور الصحة والعافية، وأن تشكل هذه المرحلة الجديدة من حياتك امتدادا لمسارك النضالي في أفق تحقيق مجتمع أكثر إنصافا تصان فيه الحقوق وتحترم فيه الحريات دون قيد أو شرط. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. اولا مرحبا بكم في معالكم الثاني، داركم الثانيه وفي مدينتكم الثانيه مدينه اسفي. اولا كنشكر جميع المتضامنين وابدا من الاسره الصغيره على راسها الاب والام والاخوه. ثانيا اريد الشكر مع هيئه المحامين، جميع اعضاء هيئه المحامين وعلى راسهم السي حسن بن كراره والسي عز الدين الشرقاوي والسي حسن السني وجميع اعضاء هيئه الدفاع. كنشكر جميع الاصدقاء والرفاق وبالخصوص الرفيق سي عبد الحق العزيزي، الاخ الثاني اللي كنعتبروا الاخ الثاني تاعي، والاخت مريم السباح مدينه طنجه، والاخ سي عبد الطيف والاخ سي حماد ومجموعه الرفاق. كنشكر الهيئات السياسيه والمنظمات الحقوقيه وعلى راسها الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. كنشكر جماعات العدل والاحسان اللي بحقيقه زادتني، رفعت لي المعنويه تاعي، على راسهم الدكتور والاخ بوبكر المنخاري والسي حسن بن ناجح، القيادي السي حسن بن ناجح، وبالطبع الاستاذ السي حسن بن كراره وجميع الاخوه والسيوس اللي كان دائما كيتواجد بجانب الاب تاعي على طول فتره المحاكمه. كنبغي نشكر جميع الناس اللي كيتضامنوا معايا ولو بكلمه طيبه، وجميع الشرفاء تاع الوطن. وفي الاسبوع الوطني تاع مساندة المعتقلين السياسيين مرة أخرى أطالب بالإفراج الفوري واللا مشروط على جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وعلى رأسهم نقيب المحامين والوزير حقوق الإنسان السابق، شيخ المعتقلين السياسيين محمد زيان، ومعتقلي حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزهزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجاق ومحمد الحاكي وسمير إيغيد وأدهشور، والحرية إن شاء الله للرفيقة والأخت سعيدة العالمي ورضوان قسطيط وعبد الفتاح الهوفي. كنشكر جميع الناس اللي تضامنوا معايا لا من قريب ولا من بعيد.